تفتتح في الساعة الخامسة مساء، فتم تأجيل الجلسة ساعة كاملة من أجلي. فقد أخبروني إن هذا الأمر لم يحدث من أجل أي أحد آخر، وقلت إن هذا التحذير هو تحذير للعلم من جانب رجال السياسة، وهو أمر يمكن حدوثه في الشرق فقط. واستمعنا إلى الأغاني العربية مع العزف على الآلات الموسيقية، وشعرت خلالها بوجود تبادل ثقافي في المجال الموسيقي راغيني بين الهند والعرب. وفي اليوم التالي ذهبنا إلى المتحف، كان مكانا جديرا بالمشاهدة، وإذا كان علي أن أصف هذا المكان فهناك الكثير لأقوله. أعتقد أنني كان يجب أن أذكر مقتطفات من الكتابات طاهور، وتظهر كتاباته أنه كان صوفيا لكنه كان مرتبطا بالعالم الخارجي كذلك. أكمن أهمية هذه الشخصيات مثل الطاهور أنها استطاعت أن تقدم المثل والقدوة خلال حياتها وتراثها. والآن آتي الكلمة مع الوزير الثقافة دكتور إيمان أبو الغازي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كده السفراء في هذه المناسبة التي تشارك فيها مصر من خلال التعاون مع سفارة الهند ومركزها الثقافي في الاحتفال بالذكرى 150 لميلاد شاعر الهند الكبير طاغور، والذي ينتمي بقدر انتمائه إلى الهند إلى الثقافة الإنسانية عامة. في هذه المناسبة أعتقد أن هذا المعرض هو جزء من العمل الثقافي المشترك الذي يوثق العلاقات بين شعبينا، الشعب الهندي والشعب المصري. تلك العلاقات التي تمتد لسنوات بعيدة في العصر الحديث، لقد جمع بين الشعبين نضال مشترك من أجل حرية شعوب العالم الثالث واستقلالها، من أجل بناء عالم جديد خالي من الحروب، من أجل تحقيق الرفاهية للإنسان في الجنوب. وقبل سنوات العمل المشترك في مجال حركة عدم الانحياز كانت هناك مشتركات كثيرة بين شعبينا، فكلا الشعبين ينتمي إلى حضارة زراعية تضرب بجذورها في أعماق التاريخ. كلا الشعبين شهد ميلاد ثقافات عريقة في القدم. كلا الشعبين عانى في العصر الحديث من الاستعمار البريطاني وكافح من أجل استقلاله، وكانت هناك خبرات مشتركة في النضال بين الشعبين. كلا الشعبين جمعت بينهما أواصر التعاون الثقافي والفني عبر العصور. وهذا المعرض الذي يقدم من خلال طابع البريد ومن خلال العمل الفني مسيرة طاغور شاعرا وأديبا وكاتبا ومتصوفا ومثقفا إنسانيا شاملا، يلقي ضوء للشعب المصري عن هذا الإنسان العظيم في ذكراه 150، والتي يتصادف أن تأتي في نفس العام الذي نحتفل فيه بالذكرى المئوية لأديبنا الكبير نجيب محفوظ. ومن الغريب أن كلاهما كان الأول في مجال ثقافته في الحصول على جائزة نوبل للأدب. فإذا كان طاغور هو أول كاتب هندي وأسيوي وينتمي إلى العالم الثالث أو إلى عالم الجنوب،
يحصل على جائزة نوبل في الأدب. نجيب محفوظ كان أول عربي يحصل على نفس الجائزة.